فكر معايا كده، ايه اكتر حاجة ممكن تخوف الانسان؟ شبح بيظهر لك في نص الليل، ولا مجرم مستخبي في بيت مهجور، ولا يمكن شيطان جاي ياخد روحك؟ الغريب ان كل الحاجات دي اغلبنا عارف انها ممكن ما تحصلش ابدا. لكن في نوع تاني من الرعب، رعب ممكن يحصل لاي واحد فينا، يمكن يكون حصل اصلا وانت لسه ما خدتش بالك. الرعب ان حد يحبك بس بطريقة غلط. اسألك سؤال بيني وبينك كده، كم مرة تمنيت شخص معين يحبك؟ كم مرة حسيت ان لو الكراش بتاعك بصلك بس او بدلك نفس الشعور، الدنيا كلها هتضحك لك والحياة هتبقى بامبي زي ما بيقولوا، وان فجأة كل حاجة هتبقى احسن؟ كلنا وقعنا في الفخ ده، فخ ان الامنية دي هي نهاية الحكاية، هي الجايزة الكبيرة في الاخر. واحنا اتربينا اصلا على الفكرة دي، كل حاجة حوالينا بتقول كده، الاغاني بتقول كده، الافلام بتقول كده، وحتى نهايات القصص دايما بتكافئ ابطالها بالحب. لكن مفيش ولا واحد قال لنا إن الحب لما بيعدي حدوده بيتحول لحاجة تانية خالص، حاجة ممكن تكون أخطر من الكره نفسه. في مقولة فلسفية قديمة بتقول: احذر ما تتمنى لأنك قد تحصل عليه بالكامل. ويمكن مفيش فيلم جسد الجملة دي بالرعب ده قد فيلم أوبسيشن، فيلم للمخرج الشاب كاري باركر. قرر يقدم نوع مختلف تماما من الرعب، رعب مش محتاج بيت مسكون ولا شيطان ولا وحش بيستخبى تحت السرير، لأن الوحش هنا أقرب بكتير. الوحش هنا هو أمنية اتحققت. فيلا جهز كوباية الشاي بتاعتك أو الحاجة الحلوة اللي هتاكلها، ويلا بينا نتكلم عن فيلم أوبسيشن. في الأول كده ممكن تفتكر إن أوبسيشن فيلم رعب عادي جدا، بس سر الرعب الحقيقي هنا إنه مش مستني يوريك وحش عشان يخوفك. الرعب في الفيلم ده طالع من إنه بيشقلب المفاهيم كلها. المخرج كاري باركر لعب على حتة مرعبة، إنه ياخد أكتر مكان أنت ممكن تحس فيه بالأمان زي حضن الشخص اللي أنت بتحبه، ويقلبه لأكتر مكان مرعب في الدنيا كلها. الفيلم من أول دقيقة بيعمل معاك خدعة صايعة قوي، بيفرش لك عالم رومانسي، كادرات واسعة، إضاءة مريحة للعين، حوار كله هدوء وراحة، بيخليك تطمن وتدخل جوه المود عشان لما يجي يهد العالم ده كله فوق دماغك الانهيار يوجعك انت كمشاهد قبل البطل. المخرج هنا ما بيعتمدش على الخضة الرخيصة أو الجامب سكير، هو بيخلق نوع أرقى، نوع رعب أصعب، اسمه رعب الأتموسفير. يعني الجو العام والبيئة اللي حواليك هي اللي بتاكل في أعصابك بالبطء. واستخدم لتنفيذ ده تكنيك اسمه القلق البصري. التكنيك ده مش مجرد زاوية كاميرا ضيقة وخلاص، لا لا، ده حصار بصري مبرمج. الكاميرا بتبدأ تضيق عليك وعلى أبطال بالتدريج، المساحات والمسافات اللي بين الممثلين بتقل لدرجة انك بتحس ان كلهم محشورين جوه الشاشة، مفيش اي مساحة للهوا. كاري باركر بيستخدم كمان لقطات طويلة جدا من غير اي قطع، اللي هي اللونج تيكس، عشان يجبر عينيك تفضل باصة ومتثبتة على التوتر ده وهو بيكبر قدامك. الخوف هنا مش جاي من المفاجأة، الخوف جاي من الانتظار، انك قاعد على اعصابك مستني الكارثة تحصل، وكده كده عارف انها جاية جاية، بس مش عارف امتى بالظبط. والحقيقة ان التكنيك البصري اللي يخنق ده وكل زوايا الكاميرا دي والليلة اللي اتكلمنا فيها دي كلها ما كانش هيبقى ليها اي قيمة من غير الترس الاساسي اللي المخرج دور بيه الفيلم كله، وهو اداء الممثلة العبقرية اندي نيفرتي. البنت دي من اول لقطة بتلعب معاك لعبة التباين الصادم. في النص الاول بتشوفها بنت طبيعية حيوية كيوت، ضحكتها طالعة من قلبها لدرجة انها بتشع طاقة وحياة في المكان كله، تخليك تحبها، بتحس بالود كمان ناحيتها. فلما الكاميرا تبدأ تضيق واللعنة تشتغل، ملامح اندي نفسها هي اللي بتديك الاشارة ان في مصيبة بتحصل. التحول في ادائها ما بيجيش فجأة، ده بيحصل بالقطارة، تلاقي الضحكة بتقل ثانية ورا ثانية، الحركة بتبقى أبطأ وأقرب لحركة الروبوت، والنظرة بتثبت في الأرض للقطات أطول، لحد ما تلاقي نفسك فجأة قدام وش خالي تماما من أي مشاعر إنسانية، وش عامر زي الماسك أو روبوت أو المانيكان اللي في محلات اللبس. الرعب الحقيقي مش إن الكادر ضيق، الرعب إن البنت دي وهي جوه الكادر ملامحها مرعبة. انت شايف قدامك كتلة لحم بتتحرك، بس الروح اللي جوه اتبخرت وسابت مكانها كائن تاني خالص. شايف الخنقة دي؟ شايف الكاميرا وهي حشراهم جوه الكادر ومش مديالهم مساحة حتى يتنفسوا؟ سيبك بقى من عوامل الكادرات وحركات الإخراج دي شوية على جنب، تعالى معايا ندخل في الفكرة نفسها، الفكرة الفلسفية المرعبة اللي قايم عليها الفيلم كله، الفخ اللي كلنا بنجري عليه وبنقع فيه برجلينا، فخ الأمنية. الفكرة دي بقى محتاجة مننا وقفة طويلة قوي عشان نفصصها على الهادي كده، لأنها بتمس كل واحد فينا من جوه، وهي فكرة كارثة الأمنية المكتملة، أو زي ما بنسميها في علم النفس وهم اللو بس.
احنا كبشر طول حياتنا عايشين محبوسين جوه الوهم ده. تلاقي الواحد فينا قاعد وبيقنع نفسه لو بس اشتغلت الشغلانه دي حياتي هتبقى تمام، لو بس معايا الرقم ده في البنك كل مشاكلي هتتحل، لو بس الكراش اللي بموت فيها بتبادلني نفس الشعور انا كده ملكت الدنيا وما فيها. بنبقى بانيين قصر من الاحلام والسعاده والجنه على الارض فوق جمله لو بس، وشايفين ان سقف طموحاتنا ومنتهى احلامنا ان الامنيه دي تتحقق. لكن فيلم اوبسيشن هنا والمخرج كاري باركر بيدونا ألم عشان يفوقنا ويصحينا على حقيقة مرعبة جدا وصادمة، إن أكبر مصيبة وأبشع كارثة ممكن تقع فوق دماغك في حياتك هي إن أمنيتك الكبيرة دي تتحقق بحذافيرها وبشكل كامل. طب ليه؟ إيه اللي يخلي الأمنية لما تتحقق تبقى كابوس؟ لأن في قانون خفي وصارم في الكون ده ما بيهزرش. الأمنيات لما بتتحقق بشورت كات زي ما بيقولوا أو بره سياق الحياة الطبيعية، بره سياق الوقت والرحلة والتعب، بتحول أوتوماتيك للعنة. بير كان فاكر انه لما يمسك الغصن ويكسره هو كده لقى الفانوس السحري اللي هيجيب له السعادة على طول. ما يعرفش انه بالحركة دي لغى منطق الدنيا، شقلب كل قوانين الطبيعة. الأمنية لما تتحقق بالعافية وبأمر مباشر من قوة سحرية بتتشال منها الروح فورا. اللعنة هنا ذكية جدا ومرعبة لأنها ما بتغيرش المظهر، هي بتديك الشكل الخارجي اللي يغشك ويخليك تفرح في الأول، لكنها بتفصل عنك المعنى والجوهر. يعني ايه؟ يعني بير بقى معاه نيكي في الشقة، نيكي بتقول له نفس الكلام اللي كان هيموت ويسمعه، وبتبص له بنفس النظرة اللي كان بيحلم بيها برضه، لكن مفيش بني آدم جوه. انت اخدت النسخة الصامتة، اخدت المظهر من غير الروح، وده السبب الأساسي اللي خلى أمنية حياته تقلب لأكبر كابوس عاشه في دنيته، لأنها ما كانتش قصة حب، دي كانت بداية الجحيم. تخيل كده معايا حجم الرعب النفسي انك تطلب من حد يحبك، فالأمنية تروح مبرمجة عقله وجسمه وهرموناته عشان ينفذ الأمر ده ما بقاش حب، ده بقى أمر إداري، والقلب البشري ما بيمشيش بالأوامر. الرحلة، المحاولة، الرفض، الوجع، الخوف من إنك تفقد الشخص اللي بتحبه، كل التفاصيل الإنسانية الطبيعية دي هي اللي بتدي المعنى للحب لما نوصله. لما أنت تسحب كل ده وتحققه بضغطة زرار مثلا، أنت سحبت المعنى وسبت المسخ. الرعب الحقيقي في اوبسيشن مش ان امنية بير فشلت ومتحققتش، الرعب الصعب انها نجحت بس زيادة عن اللزوم، نجحت لدرجة انها حرقت الاخضر واليابس، دمرت اي فرصة لحظة حب حقيقية كان ممكن تحصل في المستقبل بشكل طبيعي. بير قعد طول عمره خايف من الفريند زون ومستعد يعمل اي حاجة عشان يطلع منها، ولما طلع منها لقى نفسه محبوس جوه زنزانة ابشع بكتير، زنزانة عملها هو بنفسه وبأمنيته. الفكرة التانية معانا هي معضلة الإرادة، يعني هل نيكي حبته فعلا؟ ومن هنا بنروح للفكرة التانية والأهم، السؤال اللي هيقعد يلف في دماغك طول ما انت بتتفرج، وكل اللي شافوا الفيلم غالبا سألوه لنفسهم، هو اللي بيحصل ده حب؟ هل نيكي كده حبت بير فعلا ولا هي مجبرة؟ والإجابة الصادمة والمؤكدة 100% واللي بتلخص رعب الفيلم كله هي لأ، نيكي محبتهوش ولا ثانية. اللي بتعيشه نيكي بعد ما الغصن اتكسر مش حب خالص، ده عملية اغتصاب كامل للوعي والإرادة. الحب البشري الحقيقي قيمته وسحره وسر عظمته كلها جاية من حاجة واحدة بس، حرية الرفض. ان الشخص اللي قدامك يكون عنده كامل القدرة والحرية انه يقولك لأ، انه يرفضك وما يحبكش ويمشي يسيبك لغيرك، لكنه وسط كل الخيارات دي وبكامل ارادته قرر يختارك انت بالذات ويفتح لك قلبه. لما اللعبة السحرية الملعونة سحبت من نيكي حق الرفض، هي مسحت انسانيتها تماما. نيكي ما بقتش بتحب بير، نيكي بقت مجبرة برمجة سادية انها لازم ترضيه وتلبي رغباته وتفضل لازقة فيه. وعشان كده الحب الإجباري ده سحب منها غريزة البقاء، لأنك لما تلغي إرادة البني آدم اللي قدامك عشان تخليه يحبك، انت ما بتاخدش مشاعره، انت بتخليه مسخ مشوه ملوش أي ملامح. وعشان الحبر الفلسفي ده كله ما يفضلش مجرد كلام على ورق، كان لازم الممثلة العبقرية أندي نيفرتي تترجم الجحيم ده للحم ودم قدام الكاميرا. والبنت دي بجد عملت 3 مشاهد هما اللي عملوا قلب على السوشيال ميديا، محتاجين نفصصهم مشهد. تخيل بير راجع البيت بعد يوم طويل، بيفتح الباب بيلاقي نيكي واقفة في نص الصالة مبتسمة مبرقة، ما اتحركتش خطوة واحدة من مكانها من ساعة ما نزل. المشهد ده مرعب بشكل يوجع بطنك، يعني نيكي واقفة مستنية لدرجة انها عملت حمام على نفسها مثلا وهي واقفة في مكانها من غير ما جفنها ينزل. اندي نيفرتي هنا ما بتصرخش ما بتتشنكش، هي بس بتوريك بني ادم فقد غريزة البقاء الاساسية. الكائن البشري متبرمج انه يحمي نفسه، ياكل يقعد لما يتعب، لكن نيكي هنا عقلها اتعمل له اوفر رايت او اعادة كتابة. الامنية لغت برمجتها البشرية، حطت مكانها برمجة واحدة تفضل واقفة مستنية بير. النظرة الميتة في عينيها والابتسامة الثابتة
كأنها مرسومة بألوان زيت، دي لوحدها حاجة كابوس. مشهد كمان برضو كان مشهد القطة ساندي. لما القطة بتاعتهم ساندي بتموت، نيكي ما بتزعلش زعل البشر الطبيعي اللي هو فيه عياط وكسرة قلب، لا، هي بتروح تنبش القبر وبتطلع الجثة الميتة بتاعت ساندي من الزبالة، وملامح باردة كأنها روبوت شغال في مصنع، تغسل الجثة وتنضفها وتعمل لها نصب تذكاري في المطبخ. ليه المشهد ده بيقشعر الجسم؟ لأن الموت بالنسبة للبشر له مشاعر تانية خالص. نيكي ما بقاش عندها فلتر المشاعر دي، هي بتعمل التصرف لأن عقلها شايف إن ده الصح، عشان ترضي البيئة اللي بير عايش فيها، لأن طبعا عارفين إن بير كان بيحب ساندي جدا، من غير ما تفهم البعد الإنساني أو المقزز للتصرف اللي هي عملته. أندي نيفرتي قدرت في المشهد ده ببرود حركتها تخليك تشوف معنى إن الكائن يتسحب منه روحه. في مشهد بقى تالت، وده يعتبر الماستر كلاس الحقيقي في الفيلم كله، لما بير بيحاول يروح يهرب من الخنقة دي كلها ووجع الدماغ ده ويقعد مع أصحابه. نيكي بتنهار تماما وسط الناس، ما بتعيطش، هي بتمسك ازازة كحول مكسورة وتضرب بيها وشها، الدم بيبدأ يسيل ويملى وشها بالكامل، وهي لسه بتبصله وبتبتسم نفس الابتسامة، بتهدده بصرخة مرعبة بالانتحار لو سابها تنام لوحدها ليلة واحدة. اندي نيفرتي في اللحظة دي جمعت بين أقصى درجات العنف الدموي وأقصى درجات الجمود النفسي في نفس اللحظة. الدم نزل على وشها وهي مش بتتألم، الألم الجسدي ملوش قيمة لأن عقلها محكوم بوجع البرمجة. المشهد ده بيخليك تشوف بعينك أبشع أنواع الرعب، رعب إنك تشوف بني آدم قدامك بيتحول لقنبلة موقوتة مستعدة تدمر نفسها وتدمرك معاها لمجرد إنك طلبت منها إنها تحبك بالعافية. من وسط كل السواد ده الفيلم بيوصلنا للنقطة اللي فيها العدالة الكونية، النقطة اللي فيها اللعنة بتلف وترجع لصاحبها عشان ينقلب السحر على الساحر. بير في أول حكاية كان بيدور على السيطرة الكاملة، كان نفسه يمتلك نيكي، يمتلك مشاعرها، تفكيرها، وقتها، والكون بتاعته هو وبس. والغصن الملعون حقق له ده، بس حققه بالطريقة اللي تخليه يدوق مرار اللي عمله. المرعب في النص التاني من الفيلم ان بير ما بقاش خايف من نيكي لانها كائن شرير عاوز يأذيه، هو مرعوب منها لانها بقت مراية مشوهة لأنانيته، ومبقاش عارف يهرب منها لانها ملهاش اي حياة بره وجوده هو. لو دخل ينام بتفضل بصاله، لو خرج الشارع بتمشي وراه زي ضله، لو حاول يتنفس او يقعد لوحده بتحس انه بيبعد، فالبرمجة بتاعتها تشتغل وتخليها تعمل تصرف مرعب عشان ترجعه. وهنا بقى الخنقة والملامح اليومية بتتطور لليفر دموي مرعب، الليفر اللي بيثبت لبير ان الوحش اللي صنعه فلت من ايده تماما ومبقاش قادر يحكمه. ركز كده في المشهد المرعب بتاع صاحبتهم. بير من كتر الخنقة قعد مع البنت دي لوحدهم كام دقيقة كده، كان مجرد بيحاول يشم نفسه او يمكن يفضفض ويطلب المساعدة من حد بره الدايرة دي. لكن عقل نيكي المتبرمج ما بيفهمش التصرف ده على انه غيرة بشرية طبيعية. الغيرة البشرية فيها عتاب، فيها خناق، فيها زعل ممكن، لكن نيكي عقلها ترجم المشهد ده بلغة الآلة. البنت دي عائق لازم يتشال فورا ومن جذوره. وبمنتهى البرود، ملامح من غير اي غضب او حقد، نيكي بتروح تخلص عليها وبتقتلها بدم بارد. ليه كل ده؟ لمجرد انها قعدت مع بير لوحدهم. المشهد ده بيحط السكينة على الرقبة، بيوريك ان اللعنة ما عندهاش خطوط حمراء. نيكي مش بتغير على بير لانها بتحبه، نيكي بتنفذ اوامر، واي كائن هيقرب من المحيط البشري بتاع ممتلكاتها ده اللعنة هتحرقه فورا وتدمره من غير ما تفكر مرتين. هنا بير بيكتشف الحقيقة الصدمة، انه ما بقاش السجان، هو بقى السجين. الزنزانة اللي صنعها لنيكي عشان يحبسها جوه شوية اتقفلت عليه هو كمان من بره، وبقت محاوطة ببركة من الدم ومبقاش معاها حتى المفتاح. وده ذكاء المخرج كاري باركر، انه يوريك ان السيطرة المطلقة في العلاقات مش قوة، دي انتحار بطيء، وانك لما تلغي شخصية وإرادة البني آدم اللي معاك عشان بس يريحك، انت في الحقيقة بتلغي الأمان اللي كنت بتدور عليه، وبتعيش مع جثة مجهولة متحركة انت المرشد الوحيد ليها، ومستني في اي لحظة انها تذبحك انت شخصيا لو خالفت البرمجة بتاعتها. في نهاية فيلم اوبسيشن انت ما بتخرجش باحساس فيلم الرعب التقليدي اللي فيه البطل انتصر على الوحش او حتى البطل اتهزم من الوحش، انت بتخرج بوجع دماغ واسئلة ما بتنيمش. الفيلم ده مش مجرد حكاية عن غصن سحري او لعنة، ده قصة تحذيرية لكل واحد فينا، بيفكرنا ان ساعات المنع في حياتنا بيبقى قمة العطاء، وان الحاجات اللي بنموت وعشان نوصل لها وندعي ربنا ليل نهار انها تحصل، لو جات في غير وقتها او جات بشورت كات زي ما اتفقنا من غير ما نتعب ونستحقها، ممكن تكون هي السكينة اللي هتذبحنا. الحياة محتاجة الرفض عشان نقدر قيمة القبول، ومحتاجة الوجع عشان نفرح بالراحة،
ومحتاج ان الشخص يقول لنا لا في الاول، عشان لما يقول من قلبه وبارادته الكلمه تفرق معانا فعلا. بيني وبينك كده وانت بتقفل الفيديو، فكر في اكتر امنيه انت مستعد تعمل اي حاجه عشان تتحقق وتكسر عشانها اي غصن، وراجع نفسك هل انت فعلا عايزه تتحقق بحذافيرها، ولا يمكن تكون حمايتك الوحيده في الدنيا دي هي ان الامنيه دي تفضل مجرد امنيه. وبس كده يبقى خلصنا كلامنا عن فيلم اوبسيشن. ما مستني رايكم طبعا يا رجاله، وما تنساش لايك شير سبسكرايب، كومنت حلو منك كده، ورشح لنا افلام نتكلم عليها. سلام.